بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في علامة مميزة جدا. إيه العلامات المميزة جدا لالتهاب الأذن الوسطى في الكبار وفي الأطفال؟ التهاب الأذن الوسطى بيبقى أكيد معاه ارتشاح في الأنف وعطس كتير. في الأطفال كمان بقى بالذات بيبقى القناة قصيرة، فنقدر لو دوسنا على شحمة الودن كده جامد يبقى فيه ألم شديد. العلامة دي مش موجودة في الكبار لأن قناة الكبار بتبقى طويلة متعرجة فما بتوصلش لكده، لكن قناة الأطفال قصيرة يعني مش متعرجة، فبالتالي الدوس هنا يعمل ألم رهيب جدا للطفل ويخليه ينفجر من العياط. ولذلك دي من العلامات المميزة لالتهاب الأذن الوسطى في الأطفال اللي شائع جدا بسبب الزكام وارتشاح الأنف وتضخم اللحمية المؤقت اللي بيبقى في الأطفال، أو الرضاعة. الطفل الأم بترضع الطفل في وضع النايم، هو لازم يبقى راسه مرفوع عن جسمه 45 درجة، ودي من أهم أسباب التهابات الأذن الوسطى المتكررة في الأطفال. وطبعا برضو الأذن لو بتجيب صديد ولا حاجة يبقى الطبلة اتخرمت، ودي بتبقى حاجة مميزة برضو، بتبقى التهاب شديد والألم بيبقى راح بعد يعني خرم الطبلة، والخرم الطبلة بيلم في الأطفال عكس الكبار اللي بيبقى محتاج عملية ترقيع وكده. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.